الوقت دون وقت الموسم بتاع البرتقال رخيص جدا، نعملها في البيت. هاتي برتقانتين بس وليمونه وهخليكي تعملي احلى مربى في البيت. على فكره مش دي الكميه بس اللي طلعت، انا طلعت من الكميه دي بطرمان تاني بس الولاد كلوه، هتشوفوه في اخر الفيديو واحنا بنعملها. سهله قوي وبسيطه، عايزاكي بس تسمعي بقى وركزي وشوفي الجمال، عشان انت مش هتوصلك الريحه، لكن انا الحمد لله واصله وواصله. الريحه طبعا. بسم الله. ليه؟ لاني تربستها جامد وهي سخنه، الحمد لله كانت هتقع. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم على المربى وجمالها. بصوا 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 جمالها عامل ازاي. نطلع تاني كمان. حلوة قوي مع الفطار او سندوتشات بقى، سندوتشات الليل بتاعت الشتاء الحلوة. بصوا، وكمان الحقوا اعملوها عشان بتبقى حلوة قوي على السحور في رمضان، يعني تقدري تعمليها وتقفليها كويس وتشيليها لرمضان مش هتقول معاكي حاجة. بصوا بقى المربى طالعة عاملة ازاي، بصوا الكمية بتاعتها هتطلع معاكي كمية حلوة قوي. بصي بقى هنجيب برتقانتين كده كبار ونحطهم في الفريزر مع ليمونه كبيره كده لحد ما يتلجوا خالص. الليمون ده ليمون نازل في السوق كده، ليمونه كبيره كده وما بتبقاش حادقه قوي، هو ده الليمون اللي هيبقى حلو. ولو ما لقيتيش منه عادي استخدمي ليمونتين كبار من الليمون العادي بتاعنا. جبت بقى بالمبشره بتاعتنا وهي متلجه كده، المبشره اللي بتبشري بيها البصل، تقومي بشره بيها البرتقان. وما شاء الله البرتقان طلع اللي هو البلدي اللي بيقولوا عليه احمر وبدمه يا برتقان. بشرت البرتقان وبشرت الليمونه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحطهم دلوقتي في الحله بتاعتنا كويس قوي، وهننزل عليه يا ستي كيلو من السكر. انا كنت وزنه الليمونه الكبيره دي والبرتقانتين كانوا عاملين كيلو قبل ما ادخلهم الفريزر. دلوقتي هحطهم على النار على طول. بعد ما حطيت كيلو السكر هقلبه كده تقليبه كويسه، هسيبه كده بتاع نص ساعه على النار بتغلي كده قوي، نار عاليه يعني. هسيبه نص ساعه، ده شكله بعد نص ساعه. هنزل فانيليا بنكهه البرتقال اختياري، بس هي بتعزز الطعم بتاعها قوي. بعد كده هوطي النار عليها لمده ساعه، هوطي النار خالص. وده شكله بعد ساعه كامله بقى بالمنظر ده، يعني اتسبكت معانا وبقت تمام. وطعمها كان حكايه. بصوا انا ليه سبتها كده ساعه على نار واطيه خالص، علشان خاطر تتسبك معايا، وكمان القشر بتاع البرتقان والليمون يستوي، ياخد كده من الشربات بتاع السكر ويستوي منها فيها. كان طعمه بصراحه حلو قوي، وفعلا والله مش ممرر ولا هتحس بطعمه خالص، الا تحس كده ان هي فيها طعم كده حلو، بيتندخ كده معاكي، مش زي اللي بنجيبها من بره بتبقى ناعمه خالص كده وعامله زي اكنها سكر. لا دي طعمها حلو. ده بقى الكميه اللي طلعت منها، كميه حلوه كده. احطها في التلاجة. انا عندي الولاد بقى شبته في البطرمان الصغير ده مش صغير، ده بتاع ربع كيلو، وراحوا عملوه بقى بسندوتشات كده الفينو، كانت طعمها والله حلوه قوي. وده بقى حطيته في التلاجة يعني سقع شويه كده، وقلت اوريكم بقى لما بتقعد في التلاجة كده برضو بتطلع السمك بتاعها عامل ازاي، بتبقى متماسكه كده واحلى والله العظيم 100 مره من اللي بنجيبها. شوفي يا ستي كلفتك بتاع 50 جنيه، بس عملتي بيها كميه حلوه قوي. وبصوا منظرها وطعمها تقعد معاكي مده طويله قوي. انا البطرمان الازاز ده بيشيل عندي 1.5 كيلو من السمنه، فما غير كمان الصغير. فربنا يحسن ما بين ايديكم والحقوا عملوها وخزنوها. ما تنسيش تقولي لي رايك ايه وتعملي لي لايك حلو منك.